احكي بقى يا استاذ. اكتر مسلسل انا تعبت فيه في حياتي كمساعد مخرج. ليه؟ لانه مسلسل غير تقليدي. انت تبقى الممثلين بيمثلوا وفجأة يقولوا انت ازاي رحت عملت اغنية بتنزل بلاي باك متسجلة في الاستوديو، ومحمد فاضل بالحنتوفة، يعني عايز يبقوا بيمثلوا وماشيين عادي، بيتكلم عادي صباح الخير يا كذا كذا، وبعدين يروح لافف كده ومغني. كل الناس بتغني، مفيش حد ما غناش في هذا المسلسل. استتيف يعني ايه؟ يعني مش لازم يبقى صوته، لا بيتكلم بكلام منغم، ده الاستتيف. كان يوسف داوود الله يرحمه اول مره يشوف كاميرا في حياته. لا والله، لا اول كان جاي من اسكندريه، مسرحي كبير، ولو انتوا فاكرين يوسف داوود كان بيضحك الضحكه، طبعا كان مشهور بمسرحيات عادل امام ودوره مميز. فانا كان دوري غير المهام بتاعت المساعد المخرج الاول، انه انا اقف ورا الكاميرا في 3 كاميرات، بنصور 3 كاميرات، دي هنا ودي هنا ودي هنا. فانا اجري في حاجه اسمها ريد لايت في الضلمه، كل ده بيتضلم وانا ممثل، فتنور احمر الكاميرا دي، معناها ان الكاميرا دي اللي جايباك، وبعدين تطفي ودي تنور احمر، فهو مش شايف ومش عايز يشوف. فانا كنت بجري من الكاميرا دي للكاميرا دي، اقول له من غير صوت عشان يبص لي هنا ويبص لي هنا. بس مش ده التعب انه كان الاستاذ محمد فاضل غير في كل المسلسلات مش عايز يتنازل ابدا، وده حقه. بس انا كنت خلصت المعهد العالي للسينما ودخلت الجيش، فكنت بجري الصبح اروح الجيش واجري عشان الحق الاستوديو. وانا كنت مستمتع بالرغم من ان انا كنت في الجيش وبهرب من الجيش، بس مستمتع لانه انا على فكره اشتغلت مساعد مخرج مع مخرجين كبار، انا كنت بختارهم، ما كنتش بشتغل مساعد مخرج اكل عيش. فلما اشتغلت في الارهاب والكباب والمنسي وليا بنفسك ومع الاستاذ فاضل ومع كذا ومع كذا، كان بيجي لي شغل مع مخرجين انا مش عايز اشتغل معاهم. ليه؟ لان دي كانت خطوه بالنسبه لي اتعلم من الناس، عشان بعد كده مش هفضل طول عمري ومش اكل عيش